لما تيجي تتكلم عن ما قبل كاس الافريقيه، وانا هعمل لكم سلسله حلقات لان انا بالنسبه لي البطوله دي ما كانتش مهمه وبقت مهمه. هنتكلم ليه؟ لما تيجي تتكلم عن وضع مصر هتقسم وضع مصر شقين مختلفين جدا: ما قبل ازمه صلاح مع ليفربول وارني سلوت، وما بعد كده. تمام. نتكلم الاول ما قبل. انا واحد من الناس كنت شايف البطوله دي احنا مش هنروح نعمل اي حاجه زي اي بطوله، هتروح عادي جدا تلعب الثلاث مباريات تقدم اداء اقل من المتوسط تكه، هتقدر تصعد اول او تاني، وبعد كده مع اول خصم حقيقي، اول خصم حقيقي هتقوم واخد بعضك وطالع. تمام. وخلي بالكم مجموعتنا مش سهله، مجموعتنا هي فرق متطوره. بمعنى ايه؟ احنا طول عمرنا عارفين ان الخصوم اللي احنا بنخاف منها تاريخيا، لان هي دي كانت الخصوم اللي بتخوفنا: مغرب، جزائر، السنغال، نيجيريا، ساحل العاج، الكاميرون. الست فرق دول اللي احنا ايه، دول في خصم، دول لو طلعت منهم اقول لك خلاص بنشد بلاستر لان احنا اقوياء كلنا بنرزعه في بعض. لكن حاليا افريقيا ظهرت فيها منتخبات جديده: كونغو، جنوب افريقيا بتلعب كوره كويسه جدا. فانت بتتكلم افريقيا ما بقتش زي الاول. وخلينا نخرج من الحته دي هنتكلم فيها بعدين مع المجموعه يعني. لكن ما قبل ازمه صلاح، انا واحد من كنت شايف هنروح نلعب زي ما قلنا ثلاث مباريات اقل من المتوسط بتكه، وهنقوم واخدين بعضنا وطالعين. تمام. مع اول خصم حقيقي زي العاده. وانا يعني معلش الكلمه دي في ناس جدا هتعارضني، بس انا بشوف محمد صلاح مع منتخب مصر هو انا جاي عشان لازم اجي، عشان انتوا شعب لكاك ولو ما جيتش هيتهزقوني من الاخر. مع ان انا من وجهة نظري صلاح اسطورة، اسطورة في ليفربول واسطورة الدوري الانجليزي، مفيش اختلاف على دي. وبالنسبة لي مثلا كواحد محب لكريستيانو رونالدو، لو هتقول لي مين علم اكتر في الدوري الانجليزي هقول لك صلاح طبعا. لكن لما تيجي تتكلم صلاح اسطورة مصرية رقمية. يعني ايه رقمية؟ رقمية فردية. يعني هو عمل اهداف مع مصر، وصل مصر كاس عالم، ما عنديش مانع. لكن الانجازات اللي احنا هنفضل فاكرينها عمرنا، يعني اقول لكم على حاجه مثلا، في حاجه بتنسي حاجه. يعني 2000 جيت 2006 بتاع حسن شحاته، هو نساك اي انجاز جيل عمله قبل كده، نساك حتى انجاز جيل 90. فانا صلاح بعد ما اعتزل لو فترته لحد دلوقتي خلصت وان هو ما خدش كاس انا بالنسبه لي انت ما عملتش حاجه افتكرك بيها غير بالظبط وبالعدد ست مباريات. تمام. بتوع الصعود لكاس العالم دي صلاح احنا كان بيشارك في كل الاهداف وبكل حاجه. وبالنسبه لي زي ما قلت قبل كده، محمد صلاح بالنسبه لي فترته مع المنتخب انا كاحمد انتهت في كاس عالم 2018. بعد كده انا ما بحبش اتفرج عليك. وهنيجي نتكلم كاس 2019 انت ما عملتش حاجه، بالعكس انت جيت. انا كان بدايه الحته اللي انا يعني انا كنت بحب محمد صلاح من المقاولين. انا اتفرجت على محمد صلاح مع المقاولين، وفي ماتش سرش عنه انا كنت بتفرج عليه، حرس الحدود والمقاولين 3-2 لحرس الحدود في استاد الجبل الاصفر. محمد صلاح جاب جونين. محمد صلاح في المقاولين كلاعب جامد. الناس اللي فاكره الجول اللي جابه في الاهلي في استاد الكليه الحربيه، فمحمد صلاح انا كنت بتفرج عليه كنت لسه عيل صغير، كان عندي بتاع 8 9 سنين، بس انا بحب الكوره. بعد كده لما رحت بازل، بعد كده لما رحت تشيلسي، فيورنتينا، روما، الرحله دي كلها انا واحد مش بحبه. لكن بنهايه كاس 2019 انا خدت خطوه، بقيت بتفرج عليك اللي هو بس انا مش شجعك، لان انا الحته اللي انا حبيتك عليها عشانها ما بقتش فيك. مش ده صلاح اللي انا كنت بحبه. نخرج من الحته دي هنتكلم فيها بعدين، ونتكلم مع فترتك مع المنتخب. انا مش حاسس ان انت بتيجي بتفرض نفسك من الاخر. يا جماعه عارف هتقولوا ايه، اللعيبه اللي هنا مش زي اللعيبه اللي هنا، بس الخصوم اللي هنا مش زي الخصوم اللي هنا. يعني ايه مثلا؟ يعني كاس اللي فاتت، تمام، هو ده وراه ارنولد وبقى وراه محمد هاني. طب هو ايامها كان قدامه كانسيلو وروبن دياش، وبقى دلوقتي بيلعب موزمبيق. ما بتتاخدش كده. ويعني في برواز كده بروز الجمله دي: لن تصبح اسطوره في بلدك طالما ما عملتش انجاز. محمد صلاح ما عملش انجاز لمصر. الصعود لكاس العالم هو مش انجاز. احنا عشان دوله في البطيخ شايفين ده انجاز. احنا دوله واخده 7 كاس وخلي بالكم اهميه اللي انا بقوله لك ده. شوف كارجر لما جاي ينتقد محمد صلاح اول حاجه قالها له ايه؟ قال له انت مصر دي معاه 7 كاس انت ما خدتش واحد. فاحنا مش بنتكلم غلط.
ده كل ده ما قبل كاس الامم. صلاح كان هيلعب الثلاث مباريات او الاربع مباريات بالظبط او خمسه، يعني ده لو ربنا نفخ في صورتنا. ارجع بقى ليفربول عشان ده دوري انجليزي ايه طحن السنه دي. لكن بعد ازمه صلاح مع ارني سلوت لا، الموضوع اختلف. انت اللي محتاج كاس الامم، مش احنا اللي محتاجين. احنا كمصريين معانا سبعه، انت ككاريرك انت اللي محتاجه. صلاح هو اللي محتاج كاس الامم. صلاح هو اللي جاي عايز يقاتل عشان يثبت للي بره ان انا لسه. صلاح ما انتهاش. صلاح لو خد كاس الامم هيرجع الوضع هيختلف. انا لسه المشكله فيكم مش فيا. ما انا اهو رحت جبت البلدي كاس ودعم الجمهور المصري هيختلف. وخلي بالكم انتوا لو خدتوا بالكم الجمهور المصري بقى 50 50. 50 مع صلاح و50 حياد اللي هو بنتفرج. مفيش حد بيكره محمد صلاح، مفيش حد يكره لاعب مصري ومسلم عمل انجاز وانجازات وكل حاجه، بس مفيش حد هيكرهك. بس الناس بقت واقفه حياد لان انت كنت واقف معانا حياد. مش محتاج اوضح الكلام ده. صلاح في كل الازمات اللي مرت على مصر من بعد 2019 صلاح كان واقف حياد في كل حاجه. القضيه الفلسطينيه دي لوحدها بالنسبه لي انا حسيت اللي هو برضه بلاش نخترق الموضوع ده، احنا بنتكلم في الكوره. بس صلاح بعد فكره ارني سلوت والنقاش اللي معاه، اتمنى يكون هو فاهم. طبعا مش محتاج، يعني مش بوصل له رساله ما ده محمد صلاح اكيد مش هيشوف الفيديو بتاع ابو حميد يعني. ان جمهورك اللي باقي، شعبك هو اللي باقي، الناس اللي شجعتك وانت في بازل، الناس اللي كانت بتدخل على صفحه تشيلسي انت ما بتلعبش صلاح ليه، الناس اللي كانت بتتفرج عليه وانت في روما، الناس اللي كانت بتصرخ لما جبت الجون في يوفنتوس مع فيورنتينا. هي دي الناس اللي باقيه لك. حب صلاح على الاقل هقول في الجيل بتاعنا ما بقاش زي الاول. الناس بقت بالنسبه لها انت لاعب كويس بس مش شبهنا. احنا المنتاليتي بتاعتنا عمرها ما كانت وحشه. احنا كشعب مصري عمر ما المنتاليتي بتاعتنا كانت وحشه. ممكن فينا عيوب زينا زي اي شعب. الشعب الانجليزي عنده عنصريه عادي جدا وبيرموا بالموز وبيعملوا حركات احنا ما بنعملهاش. احنا المنتاليتي بتاعتنا عمرها ما كانت وحشه. وانت شفت المنتاليتي بتاعتهم عامله ازاي. اول ما اداك قل في الملعب بقوا مش شايفينك، عاملين نفسهم مش واخدين بالهم. لكن احنا الشعب المصري عمرنا ما بنعمل كده. احنا اكتر ناس في فرقنا في الدوري بتاعنا بندي فرص. محمد شريف ده من 2022 بنديله فرص. صالح جمعه لحد السنه دي بياخد فرص. فاحنا مش المنتاليتي بتاعتنا كانت وحشه. هم متطورين اكتر مننا ما عنديش مانع، بس احنا عمرنا ما كانت المنتاليتي بتاعتنا وحشه. احنا ما بنعرفش نصدر نفسنا ان احنا كويسين، هم بيعرفوا يلمعوها. هم بيعرفوا يديروها كويس ويقولوا ان احنا كنا حلوين واحنا حلوين واحنا المنتاليتي بتاعتنا. لكن احنا شعب على طبيعته. بس اتمنى والله العظيم ناخد كاس الامم. انا واحد من الناس اللي باجي قبل كل بطوله كاس اقول مش هتفرج. وغصب عنك اول ما النشيد بتلاقيه بيتعزف تفضل واقف قلبك بيدق وانت واقف كانك واقف على الجبهه. ما للاسف البلد دي ما بتعرفش نحيد نفسنا عن ان احنا نحبها وان احنا ندعمها. بجد والله مش شعارات، بس انا مجرد ما بلاقي الكاميرا جت كده بالعرض، عارف الكاميرا لما بتيجي تمشي كده على اللعيبه والنشيد في الخلفيه، انا غصب عني انت بتقف. خلاص الموضوع خلص والله العظيم. لو مين بيلعب ما بنقدرش يعني. اتمنى باذن الله التوفيق لمصر. هيبقى في حلقات تانية باذن الله هنتكلم عن الموضوع ده. هنتكلم قبل بعد ماتش نيجيريا. انا بالنسبه لي تجربه مهمه وتجربه حقيقيه. وقبليها هنتكلم عن حسام حسن وفكره هتلعب ازاي. وبرضه هنعمل حلقه عن المجموعات لحد باذن الله باذن الله يعني. اتمنى التوفيق لمصر. انا متفائل ان على الاقل هيبقى في رجوله ومش هنطلع شكلنا وحش. شكرا جدا ليكم.